النهاردة عملنا عيش الحبة الكاملة أو العيش الأسمر. عيش أسمر بس بالدقيق الأسمر. أنا طبعا عملته على 2 فيديو، هنزل ال2 فيديو مع بعض دلوقتي حالا. ده العيش بعد ما استوى، شايفة شكله حلو ازاي. طبعا أنا عملته سويته في الطاسة على البوتاجاز، وكل الكمية دي عبارة عن 5 كوبايات من الدقيق الأسود. وهوريكي شكل الدقيق اللي انا استخدمته كمان النهارده. انا كمان عجنت العجين دوت، عجين يدوي، ما بستخدمش العجان، لان في ناس قالوا احنا ما عندناش عجان. الموضوع سهل جدا، تقدري تعجنيهم بسرعه وعلى ايدك، حاجه سهله. هو طبعا بياخد وقت شويه في العجين بتاعه. شايفه هنا في الطاسه اول ما بحطه، بس مجرد ما يقعد ما فيش دقيقة، ما كملش الدقيقة، بتروحي تقلبيه على الناحية التانية وترجعي تقلبيه على الوش بتاعه، بيتنفخ زي ما انت شايفة كده بالظبط. طبعا الدقيق لازم بعد ما تعجنيه تسيبيه يختمر، وبعد كده تقطعيه كلهم مرة واحدة، وبعدين تفرديهم كلهم مرة واحدة، وبعدين تبدأي تسوي على النار زي ما انت شايفة كده. وبعدين بعد ما تحطيهم على الفوطة طبعا بتغطيهم. اي مخبوزات بتحب انك انت لازم تغطيها علشان تفضل طرية. العيش دوت هو دي اسود، بس حقيقي بجد طعمه حلو جدا، وريحته كمان جميلة جدا. شايفة انا قطعت كل الكمية على البورد بتاعتي، وبعدين بدأت ان انا افردهم واحد واحد. وشايفة انا بوريكي بس ازاي بتفرديهم. لا طبعا انا العجينة بتاعتي طرية، فانا بحاول ان انا استخدم حاطة شوية دقيق مع شوية نخالة، حاجة بسيطة جدا دقيق بس علشان اقدر ان انا افرد. شايفة هو ده اللي انا عايزاه، السمك كده. وبعدين كده كلهم اتقطعوا زي ما